الصوديوم بيكون ايه؟ ليه وظائف في الاعصاب والعضلات. طب ايه كمان؟ بيعمل توازن في ضغط الدم. بمعنى ايه؟ لما بتاخد صوديوم كتير ضغط الدم عندك بيزيد، ولما الصوديوم عندك بيقل فضغط الدم ايه اللي بيحصل؟ بيقل. طب فاكرين في المره الاولانيه خالص لما احنا اتكلمنا على بعض الهرمونز اللي بتعمل توازن ما بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ طب التوازن ده بيعمل ايه؟ بيخلي فيه بالانس. البالانس ده ما يخليش ان انت حاسس ان في ضغط عالي، ان انت تعبان، ان انت عايز تنام. طيب الرياضيين بيحتاجوا صوديوم اكتر من الطبيعي. طب ليه؟ والله انت واحد بتعرق كتير، انت اصلا بتروح الجيم ممكن تلعب ساعه ونص، ممكن تعرق بتاع لتر ميه، فكل اللي انت بتعرقه ده انت بتنزل كميه صوديوم كتير. مش العرق ده لو نزل على لسانك بتحس باملاح؟ ما هو ده صوديوم. فهنا انت كرياضي بتبقى محتاج كميه صوديوم اعلى شويه من الشخص الطبيعي. 80% من الصوديوم اصلا اللي انت بتاكله ممكن يكون من المنتجات اللي انت بتاكلها وانت مش واخد بالك. زي ايه؟ زي العيش، زي الكاتشب اللي انت ممكن تحطه، الفاست فود او الحاجات المعلبه او اكلك في العموم، هو اصلا فيه صوديوم وانت مش واخد بالك. الصوديوم في الجسم هل هو صعب ان هو يمتص ولا سهل؟ سهل جدا. هديك مثال، الكالسيوم جسمك بيحتاج فيتامين دي وبعض الحاجات التانية اللي هو يمتص. لا انا هنا مش محتاج كوفاكتورز، انا لو خدت كميه صوديوم عاليه قوي هيرفع لي ايه؟ ضغط الدم. هو سهل جدا ان هو يخش المجرى الدموي بتاعي. نقص الصوديوم في الطعام يسبب الم العضلات والدوخه. ليه؟ لان هو اصلا وظيفته في العموم بيعمل ايه؟ الاعصاب بتاعتك والعضلات بتكون بتفانكشن كويس. طب لو قللته وقطعت الصوديوم خالص وما بقتش تدخل صوديوم هتحس بارهاق، تعب، مش قادر تتمرن، مش فايق. فالناس اللي بتعمل قطع خالص ده طبعا غلط.